العلاقة الوثيقة بين تنظيم القاعدة وإيران. ما الذي يجعل إيران الدولة الصفوية تدعم وتؤوي عناصر من تنظيم القاعدة؟ وكيف تلتقي مصالح الطرفين في تحقيق أهدافهما المعلنة منها والسرية؟ ولماذا لم يتبن حتى الآن تنظيم القاعدة أي تفجير في إيران ويعلن فيه الحرب على الدولة الصفوية كما فعلها مع الكثير من البلاد الإسلامية؟ ولماذا لم يناصر تنظيم القاعدة أهل السنة في دماج في مواجهة الرافضة الحوثيين، بل سل سهامه ضد المسلمين أهل السنة والمعاهدين؟ ومعرفة أسباب ذلك هو ما سنكشفه في هذا التقرير المختصر بإذن الله. هناك بعض الشخصيات الرئيسية في تنظيم القاعدة ذكرت أنباء أنها موجودة في إيران، مثل أبو غيث مثلا، مثل أكثر من اسم رئيسي كان موجود في إيران. هل تعتقد أنه في تنسيق مثلا بين التنظيم وبين إيران؟ يعني يكون في تنسيق لكن على ضوء مصالح متقاطعة. كيف؟ يعني ممكن يكون مثلا في التقاء، مثلا انه في عدو مشترك اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية، والإيرانيين لمعلوماتكم يعلمون بأن الضربة قادمة لا محالة باتجاههم. فلا بد أنهم يستفيدوا من جميع العناصر والإمكانيات المتاحة لهم في الساحة بما في تنظيم القاعدة. يعني بفهمك لتنظيم القاعدة تعتقد أنه ممكن يعمل مع الإيرانيين وفي مواجهة أمريكا؟ بالتنسيق مع الإيرانيين، لكن لا أعمل تحت ظل الإيرانيين، لكن أعمل معهم بالتنسيق ممكن، ما في أي مشكلة. سبحان الله العظيم تبينت هذه الأمور واتضحت الصورة، فصرت أركز على هذه الأمور حتى عرفت أن هناك دول تقود هذه الفئة القليلة في اليمن. أتاني شخصيا من أحد الأفراد الحوثيين أن قالوا هناك تنسيق، إذا كانك تريدون الأموال احنا مستعدين ما أدري إيش. قلت كيف حوثي يتدخل في هذا الباب؟ كيف الأمور هنا فتح الباب ايش اللي صرت أفكر كيف يأتيني حوثي، يعني الحوثيين من كيف صار يتدخل في هذا الأمر؟ حسيت أن هناك في إدارة وهمية غير إدارتنا احنا، حسيت بضيقة، يعني ما ارتحت في الوضع. صرت أخرج بالجبال، أمكث بنفسي بيني وبين نفسي، أراجع نفسي أن الأمر فيه شيء، ولكن ما اتضحت الأمور كثيرة جدا. تم هنالك تنسيق مع بعض الجهات على أن ندخل إلى إيران وأن ندخل دخولا إنسانيا. كانت معنا بعض الأسر وبعض الأرامل والأيتام الذين رملتهم ويتمتهم الطائرات الأمريكية، وكان التفاهم على أن يتم سفر الناس سريعا إلى بلدانهم، وعلى أن لا تكون إيران منطلقا لأي عمل ضد أي جهة أخرى. وتم الوفاء بهذه الالتزامات. كنتم شخصيا منسق لهذه الاتفاقات؟ كنت جزءا منها، يمكن أن تقول كذلك. سافر كثير من الناس وبقيت في من بقي في. كنتم في إقامة جبرية؟ كنتم في سجن؟ كيف كانت؟ نحن مررنا بمراحل في وجودنا في إيران، ولكن الفترات الأخيرة كانت ليست إقامة جبرية، وإنما قل ضيافة فيها بعض القيود. طيب، خلال ال10 سنوات التي قضيتموها في إيران، هل حقق معكم الأمريكان أو أي جهة غربية؟ أبدا، لم تحقق معنا أي جهة، لا غربية ولا عربية ولا غيرها. الإيرانيون كانوا حقيقة في هذا الجانب كانوا يعني متمسكين بسيادتهم فيه، وإن كانوا يتعاملون مع ملفنا كورقة يستفيدون منها، لكن لم تحقق معنا أي جهة. هل حقق معكم الإيرانيون أنفسهم؟ لم يكن هنالك تحقيق بمعنى التحقيق، يعني كانت أسئلة بسيطة، اللي تحب تجيب عليه تجيب عليه، اللي تحب تتركه. ونحن أصلا ليس عندنا ما نخفيه، يعني لأن احنا جئنا أساسا بترتيب مع بعض الجهات الموجودة هنالك. المجموعة التي دخلت إيران هل كانت فيها شخصيات من القاعدة بالوزن الثقيل معكم؟ نعم، كان موجود بعض الإخوة اللي كانوا في مجلس شورى التنظيم وكانوا موجودين في إيران. فلماذا تؤوي إيران القاعدة
في وثائق الاستخبارات الأمريكية مذكور أن إيران في وقت من الأوقات وفرت مأوى لأبي مصعب الزرقاوي الذي نكل بالشيعة في العراق، فلماذا تغامر إيران بإغضاب حلفائها من الشيعة في أفغانستان والعراق ولبنان؟ كانوا واخدين مواقف ضد الشيعة بقوة قبل 11/9. لما حصل 11/9 لا الجهاد فرض عين ولا الشيعة دول أعدائنا، كله هرب على إيران. وهذا حصل باتفاق صريح بين مسؤول اللجنة الشرعية في تنظيم القاعدة. ونظرا لوجود الموسيقى في هذه المادة، فإننا نختصر ما قاله سيد إمام الشريف فيما يلي: أولا، أنه حصل اتفاق بين تنظيم القاعدة وإيران. ثانيا، الاتفاق على ترحيل جميع عائلات أفراد تنظيم القاعدة إلى إيران. ثالثا، كتاب إدارة التوحش ألفه محمد خليل حكايمة، وكان يعمل في الإذاعة الإيرانية، وهذا الكتاب يعتمد عليه تنظيم القاعدة. يشهد الله أنه أحد كبار قادة التيار الصدري في العراق زارني في مكتبي في لندن، المكتب القديم، واجتمع معي، وكان اثنين أيضا من الإخوة المؤمنين شاهدين على ذلك، يعني من الإخوة العاملين في المكتب، ونحن في جلسة، وصرح لي قال: نحن الصدريين مدعومون من إيران تمدنا بمال وسلاح، ولكننا اكتشفنا بمدينة الصدر ذات مرة واحد، هذا الحكي كان تقريبا سنة 2005 على ما أتذكر أو 2006، اكتشفنا أنه واحد كان راح يفجر نفسه في مدينة الصدر من الوهابيين، من التكفيريين، من تنظيم القاعدة أو من تلك الفلول. ولما لزمناه وحققنا معاه وتتبعنا المسار، أنه اكتشفنا أنه أيضا التمويل والسلاح أيضا يأتي من إيران. فيقول: ذهبت أنا واجتمعت مع الرابط بيني وبين، ما أتذكر الآن، الحرس الثوري أو إحدى الجهات الإيرانية المعروفة، وقلت له: لماذا أنتم تسلحون أعداءنا ويقتلون فينا؟ هكذا تصنعون؟ فيقول ضحك وبكل صراحة قال: ما مضمونه أنه الأمن القومي الإيراني يقتضي ذلك، أنه العراق يظل تظل فيه الحروب الداخلية مشتعلة حتى أمريكا تغرق في العراق ولا تلتفت إلى إيران. سوينا بها هاي أحد الأسلحة اللي لقيناها من أسلحة تنظيم القاعدة. هاي وين لقيتوها؟ لقيناها بالمواضع مالتهم، ورا ما مسحوبين سحبوا ونزموا بالهزيمة. ايه لقينا هاي الأسلحة الإيرانية. شلون عرفتها إيرانية هاي؟ لأن بيها هذا سلام جمهوري، شعار الجمهوري الإيراني، ما الجمهورية الإسلامية، الجمهورية الإيرانية تندعم بالإسلام، تدعم هاي لقيتوها بعتاد تنظيم القاعدة. عتاد تنظيم القاعدة، شعار يدعمون يقتلون بها أهل السنة. والأسلحة الباقية لقيتوها يعني إيه؟ هم من نفس الأسلحة ونفس هاي، يعني كرتونات مجهزة كاملة، مو بس هاي، وقنابر هاون كلها إيرانية 2008 مجهزيهم بها وأعتدة. منطقتنا شوية بالفترة الأخيرة يلا هاجموها، ولا هاي المناطق الباقية القراقول، منطقة البحيرات، عاثوا بيها فساد وقتل الشباب مالتها، يعني كل منطقة بال50 شاب بال100 شاب، يعني مخطط، هو يعني مخطط على شباب أهل السنة بالمدينة. وخاصة شغلتهم احنا ليش كشفناهم؟ مقاتلة الفصائل الباقية، الفصائل الباقية اللي كانت تقاتل بشرف وبكل إيمان، بدأوا يقاتلوها ويحاربوها. لم يكتفوا بالتدمير، بل التدمير والسرقة. يعني الشيء اللي دمروه أيضا هاي، شوف يعني الشيء الأمان والحديد اللي الناس كان بالإمكان أن تستفاد من عنده لا ترجع، كلها شارينا من المنطقة. على اعتبار يعني انتم هم كفروكم يعني. تكفير يعني. خارجين من المله واستحلوا حتى دماءنا، استحلوها، وحتى اعراضنا يعني لو يقولون يستحلونها. يعني الشيء اللي يستبيح دم المسلم ما يتهاون باي شيء. بعد أن شاهدنا هذه الاعترافات ممن كان له علاقة مباشرة بتنظيم القاعدة، سواء من ناصر البحري الحارس الشخصي السابق لأسامة بن لادن، محمد العوفي القائد السابق في تنظيم القاعدة باليمن، سيد إمام الشريف مؤسس ومنظر الجماعات القتالية بتنظيم القاعدة،
أبي حفص الموريتاني مفتي تنظيم القاعدة سابقا، فهؤلاء جميعهم وغيرهم متفقون على وجود العلاقة الكبيرة بين تنظيم القاعدة والدولة الصفوية إيران، وأن هناك مصالح مشتركة، وإن اقتضى الأمر في ذلك مواجهة دولة التوحيد المملكة العربية السعودية. وخشية الإطالة نكتفي بهذا التقرير. قال ابن حزم رحمه الله: واعلموا رحمكم الله أن جميع فرق الضلالة لم يجر الله على أيديهم خيرا، ولا فتح بهم من بلاد الكفر قرية، ولا رفع للإسلام راية، وما زالوا يسعون في قلب نظام المسلمين، ويفرقون كلمة المؤمنين، ويسلون السيف على أهل الدين، ويسعون في الأرض مفسدين. أما الخوارج والشيعة فأمرهم في هذا أشهر من أن يتكلف ذكره. وتقبلوا تحيات إخوانكم بمجموعة نايف بن خالد الإعلامية.